بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم باش نعمل معكم حاجة مزيانة على الآخر، باش نعملوا القطايف التونسية رسالة تحفونة ومزيانة. تابعوا معي فيديو للآخر وإن شاء الله يعجبكم. كالعادة ما تنساش باش تحطوا لي لايك وكومنتير وتبارتاجوا الفيديو مع حبيبكم واصحابكم، واللي يتفرج فيا أول مرة ما ينساش يشترك ويفعل الجرس بيوصلوا كل جديد. وتو نبدأ مع بعضنا في المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للقطايف نتاعنا اليوم كيفاش بنحضروها، ناخذوا العجينه نتاع الكنافه هذيا موجوده ومتوفره في كل بلاصه. كانت قبل مش متوفره، ما تو موجوده، تلقاوها في الفضاء التجاريه، تلقاوها عند التوابليه اللي يبيعوا التوابل، اللي يبيعوا مستلزمات الحلويات، بارتو تلقاوها الكنافه موجوده. باش ناخذ منها 250 غرام. عندي 250 غرام في الكنافه، عليهم 250 غرام فاكهه. بالنسبه للفاكهه اللي نستعملها اليوم عندي لوز وبيستاش، خلطت اللوز والبيستاش هروشتهم مليح مع بعضهم. عليهم 180 غرام زبده ذايبه ومغرفتين كبار ماء عطرشيه. باش ناخذ الكنافه بالطريقه هذه، باش نقصها بالمقص ومن بعد نفتفتها بيديا، نحلها مليح مليح بين يديا حتى لين تتحلل كلها من بعضها. تنجموا من غير مقص تقعدوا تحلوها بيديكم بشويه بشويه، المهم نحلوها من بعضها بالكدا بالكدا. قد الكنافه قد الفاكهه. خذيت 250 غرام كنافه كما قلت لكم، عليهم 250 غرام نتاع فاكهه، الفاكهه اللي متوفره عندكم واللي تحبوا تستعملوها. و180 غرام زبده ومغرفتين كبار ماء عطرشيه، تنجموا تعملوا ماء عطرشيه ولا ماء زهر ولا ماء ورد كما تحبوا انتم حاسيلو. لان باش ناخذ الفاكهه اللي عندي باش نحط لها مغرفتين نتاع ماء العطرشيه بالطبيعه، ما تكثروش، جوست نحبوا نفوحوا الفاكهه اللي عندنا، مش باش نردوها عجينه، جوست نبثبثوها هكايا شويه شويه. توا ندهن الطبق نتاع الفور مليح مليح بالزبده بالطريقه هذيا. وماذا بكم تستعملوا الزبده الحيوانيه، راهي ابن بياسر في الحلويات من الزبده النباتيه. باش نعمل فرشه بالكنافه بالطريقه هذيا، نعملوا فرشه باهيه مليح مليح، نحطوا كطبقه باهيه من العجينه نتاع الكنافه وننزلوا عليها مليح. ماذا بينا كل مره نعملوا وننزلوا بيدينا بالكدا بالكدا باش تشد بلاصتها وتجينا متماسكه مع بعضها. نحط بالطبيعه قد اللي مستحقه. انا الكونتيتي هذه عملتها في الطبق هذايا الصغير، راهو طبق صغير ماهوش كبير. اذا كان باش تعملوا طبق اكبر بالطبيعه تاخذوا كونتيتي اكثر نتاع عجينه الكنافه وتضاعفوا المكونات الكل. لان تو كملت حطيت بالطريقه هذه، ننزل عليها مليح مليح. وتوا باش ندهن بالزبده. ماذا بيكم تشيخوها هكايا بالزبده، تعملوا بالكدا بالكدا تدهنوا بالزبده. كما تشوفوا لنا حطيت كميه باهيه من الزبده. وتوا باش نعمل فرشه باك الفاكهه اللي عندي، نحطوها فوق عجينه الكنافه اللي استعملناها، نفرشوها بالكدا بالكدا. لازمنا نعملوا طبقه باهيه من الفاكهه خاطر القطايف هي على الفاكهه راهي. واخر حاجه تو باش نكمل بالطبقه الاخرانيه نتاع عجينه الكنافه. زادا كيف كيف نفرشوها مليح مليح ونغطيو الثغرات الكل، ما نخليوش فراغات في الطبق نتاعنا. وكل مره نعملوا وننزلوا عليها مليح، ردوا بالكم انزلوا عليها بالكدا بالكدا باش تجيكم بعد في المنظر مزيانه ومتماسكه مع بعضها. كملت لهنا، حطيت الكميه اللي عندي الكل، ننزل عليها بدايه بالكدا، ندخل زاده الحراف بالكدا بالكدا. واخر حاجه تو باش نكمل نحط كميه الزبده هذيك كلها، نصبها فوق الكنافه نتاعي فوق القطايف، نشيخوها بالزبده مليح مليح، ندهنوها بالكدا. بالطبيعه الفور نتاعي قاعد يسخن، ماذا بكم الفور بين 160 170، ما تحميوش الفور نتاعكم اكثر من اللازم باش تطيب لكم في راحه عقله. تحلوا عليها من اللوطه ومن بعد اخر وقت تحلوا عليها من الفوق. انا حسب التقريب قعدت لي ساعه غير باع في الفور، اكثر الوقت بالطبيعه وهي من اللوطه خاطر من الفوق في ساعه تاخذ اللون. وطول وهي سخونه نسقيوها بشحور وهو بارد. بالطبيعه الشحور نتاعي خذيت 500 غرام سكر، عليهم 500 مليلتر نتاع ماء، طيبتهم على الغاز حتى لين عقاد الشحور عندي. ماذا بكم شحور يبدا عاقد، ماهوش شحور جاري برشا، ماهوش كيما شحور نتاع البسبوسه، لازم شحور يكون عاقد شويه.
نسقيو القطايف متاعنا بالطريقه هذه، نسقيو نخليو شويه ونعاود نرجعو نسقيو حتى لين تتشرب الكميه كلها متاع شحور. تحب روحها راهي مشحره بالكدا وغارقه في الشحور متاعها. واخر حاجه لاناش نزينها بشويه بيستاش من فوق. ديما نقولكم بالموجود عندكم، ما تصعبوش على رواحكم، راهو تعملوا بالموجود عندكم. صدقوني ريسيت بنينه 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 على الاخر وسهله، ما فيها حتى شيء، وتحضر في رمشة عين. كيما تشوفوا المكونات بسيطة على الاخر، جوست تتحصلوا على الكنافة وتكون موجودة عندكم الكنافة. الفيكة مش صعيبة موجودة، وحتى بكاكاوية تعملوها معناها ولا بلوز ولا بأي حاجة معناها. وكاو هذا الفيديو متاعي متاع اليوم، وهذه ريسيت متاع اليوم، ان شاء الله يا ربي تجربوها وان شاء الله تعجبكم. فرحانه برشا بالتطبيقات متاعكم، وتصور تبعثوا لي فيهم على انستغرام ولا على الفيسبوك. حاجه مزيانه على الاخر، ونفرح برشا برشا كيف تنجح معاكم الوصفات. ان شاء الله ديما نكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله ديما نحاول نعطيكم الحاجه السهله واللي في المتناول واللي تنجموا تعملوها وتنجحوا فيها بقدره ربي من اول تجربه. وكاو هذا الفيديو متاعي متاع اليوم، ان شاء الله يا ربي يعجبكم، ان شاء الله تجربوا الريسيت وتعطوني رايكم. بقى لي كاش نقولكم بالسلامه وفي امان الله. نتلاقى معكم ان شاء الله فيديو اخر ووصفه اخرى، وبسلامه.